كنت واقف وسط الشارع، الدنيا مطرت بشكل عمره ما حصل بالشكل ده. مطر نازل من السما كأنه طوفان، والناس بتجري حواليا، بس أنا كنت واقف مش مصدق، حاسس إن في حاجة غريبة، كأن المطر ده بيحكي حكاية من زمان. بس قبل ما المطرة دي تغرقك في الحكاية، دوس لايك وتابعني علشان نرجع سوا ليوم ما السما نزلت إشعاع بدل المية سنة 86. في يوم 26 إبريل سنة 1986 مفاعل تشيرنوبل النووي انفجر في أوكرانيا، وكانت دي واحدة من أكبر الكوارث النووية في التاريخ. الانفجار حرر كميات مرعبة من الإشعاع في الجو، والمصيبة إن بعد الانفجار بأسابيع نزل المطر. في مايو ويونيو عام 1986 السحب السوداء اللي كانت شايلة الإشعاع سافرت آلاف الكيلومترات ونزلت أمطار على أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. بس المطرة دي ما كانتش خير، كانت مشبعة بالإشعاع. المواشي ماتت ومزارع بالكامل اتهجرت. السحب المشعة اتحركت من أوكرانيا ووصلت إيطاليا وفرنسا وتركيا واليونان وبلاد في الشرق الأوسط، وكل ده يا مؤمن في الصيف، وإحنا في 2025 الدنيا مطرت تاني، مطر عنيفة في عز الصيف، نفس الشكل، مية بتغرق في الشوارع، بس الفرق إن دي مية بجد مش إشعاع، خير من السماء مش لعنة. الاتنين شبه بعض من بره، واحد خلى الناس تهرب والتاني رجعنا للذكريات وانا بحكيها لك. ونرجع نقول مش كل المطر خطر، واوقات السحاب بيبقى مليان اسرار، بس الاكيد ان المطر دايما له حكاية، وساعات الحكاية بتبتدي من نظرة لفوق. لو الفيديو عجبك دوس لايك، اعمل شير وفولو، علشان الحلقات اللي جاية هتكشف لك تاريخ ورا كل مشهد بنعيشه. وافتكر ان المطر ممكن يكون بداية مش نهاية. همني ولا نرجع ل 2020 وسلام.